السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من مقر جريدة الشروق اليومي أحدثكم وأنا نسيم لكحل رئيس تحرير موقع جريدة الشروق على شبكة الإنترنت. الحمد لله أولا على وصولي بالسلامة، وأنا دائما أحمد الله أولا وأخيرا وكثيرا على أنني نجوت من كمين منظم وكمين إعلامي لا يمت للحرفية وللمهنية بأي صلة. زرت القاهرة عدة مرات إلى درجة أنني تعلقت بها أيما تعلق، وتكونت لدي صداقات كثيرة مع كثير من المصريين على مختلف درجاتهم وعلى مختلف مواقعهم، وخاصة في المجال الصحفي. من كثرة تعلقي بالقاهرة لم أعتقد أنني سوف أخرج منها بهذه الطريقة منذ يومين فقط. لم أتصور يوما أنني نجوت من الموت لأول مرة بحمد الله في القاهرة التي يقال لك وأنت تدخلها ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. كنت من الصحفيين القلائل الذين عايشوا كل الأحداث التي وقعت في القاهرة بمناسبة مقابلة 14 من نوفمبر بين المنتخبين الجزائري والمصري، وكنت أكثر الناس تألما لتناول الإعلام المصري لتلك الأحداث وتزييفه للحقائق وقلبها رأسا عن عقب، واستخفافه بضمائر وشعور الشعب المصري أولا قبل استخفافه بضمائر ومشاعر الشعب الجزائري. ولهذا أنا أريد أن أوجه رسالة إلى الشعب المصري الطيب الذي حولته تلك القنوات، قنوات الفتنة، إلى قنابل موقوتة تريد هذه القنوات أن تفجرها في كل ما يتعلق بما هو جزائري. نريد منكم أيها المصريون أن تستفيقوا لأنكم أصبحتم وقودا لحرب لن تستفيدوا منها في شيء، بل المستفيد الأول والأخير هو نظام الرئيس حسني محمد مبارك أو محمد حسني مبارك، الذي من أجل توريث ولده جمال مبارك، وأقولها بكل صراحة لأنه لم تعد تنفع هنا لغة العواطف ولا أي لغة أخرى، بل تنفع لغة الصراحة. من أجل موضوع التوريث الذي لم يجد له النظام المصري لحد قبل مباراة السودان أي مخرج كيف يجعله موضوعا مقبولا جماهيريا في مصر، من أجل هذا استخف بعقولكم واستخف بدمائكم واستخف بمشاعركم، وبعث بالفنانين أو ما يسمون بالفنانين منكم إلى السودان من أجل أن ينسجوا فصول مسرحية أخرى صدقتموها تحت وقع نظرية اكذب حتى تصدق كذبتك. ولهذا كذب الفنانون وكذب السياسيون عندكم وكذب صناع الرأي ممن كانوا رموزا عندكم وحتى رموزا عندنا، كذبوا حتى صدقتموهم. وأنا أقدر مشاعركم لأن الصخر سيتفتت لو وضعناه أمام تلك القنوات، ولطوال تلك الفترات سيتفتت وسيتأثر بما تبثه تلك القنوات من سموم لا يعلمها إلا الله. خاطبنا تلك القنوات وديا وخاطبناها عبر مختلف الطرق، إلا أنها لا أذان لهم ولا عيون لهم ولا أبصار لهم ولا قلوب لهم. كلهم مأجور، كلهم يؤدي في وظيفة معينة، كلهم يريد أن يتقرب من هذا النظام، كلهم يريد أن يشتهر على حساب مشاعر الشعب المصري، على حساب مشاعركم. أنا لن أستفيد شيئا من هذا الكلام، لا من موضوع التوريث ولا من أي موضوع آخر، ولكن هي نصيحة نقولها للتاريخ وسوف نسأل عنها يوم القيامة لا محال. استفيقوا من غفلتكم ولا تتركوا أقلية منكم، بل هي أقل من الأقلية، لا يجب أن نتركها على ميزان الحساب، لا تتركوها تسيطر على ضمائركم وتستخف بكم طوال هذه الفترة. نحن في الجزائر لا نسمع هذه القنوات، وإذا كان هذا الإعلام يعتقد بأنه يهين في الشعب الجزائري فإنه في الحقيقة يهين في الشعب المصري، بشهادة الكثير من الأصدقاء والكثير من المحللين الذين قرأنا لهم واستمعنا لهم واتصلوا بنا واتصلنا بهم في العديد من الدول العربية، الذين تكونت لهم نظرة عن الشعب المصري غير النظرة الحقيقية التي نعترف بها أنه شعب طيب وشعب مسالم وشعب كريم.
لكن بعدما بثته هذه القنوات الآن فإن العالم أصبح ينظر إلى مصر وشعبها على أنه شعب جبان لا يستطيع أن يدافع عن نفسه في أوقات المحن، رغم أن كل ما تبثه القنوات هو مجرد مزاعم، والجزائريون لم يعتدوا على أحد بل تعرضوا إلى الاعتداء والاعتداءات المتكررة في القاهرة. وبشهادتي أنا شخصيا كنت من القلائل الذين بقوا في القاهرة إلى غاية التحريض بقتلي، ولولا ذلك لا كنت قد مكثت أياما أخرى هناك. كنت شاهدا على كثير من الاعتداءات التي حصلت، وخاصة في حادثة الاعتداء على حافلة المنتخب الجزائري ليلة المقابلة. شاهدت الحادثة بتفاصيلها ولدينا الكثير من الصور ولدينا الكثير من الفيديوهات، لكن بقدرة قادر الإعلام المصري يكذب مرة أخرى ويحول الضحية إلى جلاد ويحول الجلاد إلى ضحية، والشعب المصري المسكين يصدق ويصدق ويصدق، ورغم هذا الاستخفاف يبقى يصدق في تلك القنوات. ولهذا فإنني أطالبه بأن يقف وقفة تأمل في كل الأحداث التي وقعت، ويستفيق من سباته ويستفيق من صدمة هذا التحريض الإعلامي المستمر عليه، وقبل فوات الأوان وقبل أن يأتي وقت لا يمكن فيه أن تصحح أمور الكثير من الأخطاء والحماقات التي تحدث الآن في الإعلام وحتى على المستوى السياسي من سياسيين ليست لديهم أي روح للمسؤولية، خاصة عندما نسمع تصريحات لنجل الرئيس يتكلم في مستوى لا يليق بشخص في تلك المقام. وهذا ما يدل كما قلت لكم من قبل أن قضية التوريث أصبحت عند الكثير من السياسيين في مصر أهم من شعور المصريين وأهم من مشاعرهم وأهم حتى من دمائهم التي سالت في الاحتجاجات التي يقومون بها الآن ضد السفارة الجزائرية وضد كل ما هو جزائري وضد الجزائر بصفة عامة. أنا لن أتكلم عن الأخبار التي تتداول هنا وهناك، بل أتكلم فقط عن الوقائع التي شاهدتها بنفسي والتي كنت حاضرا فيها شخصيا، مثل ما حدث لنا في المطار ونحن عائدون إلى الجزائر. عاملون معاملة الحيوانات. قد يقول قائل منكم تستحقون أكثر من هذا، نقبل كلامكم، ولكن يجب أن تعلموا أنكم في يوم من الأيام عاملتم جزائريين وهم يغادرون مطار القاهرة الدولي الذي هو عضو في الكثير من الهيئات الدولية، عاملوهم معاملة الحيوانات. لو كان الأمر من أشخاص عاديين كنا قبلناه، لكن أن تأتي هذه الإهانة من موظفي المطار ومن شرطة المطار التي كانت تتحرش بنا مثل الكلاب، فهذا ما سوف لن ننساه للقاهرة أبدا، حتى ولو قدر الله ودخلناها مرة أخرى فسوف نتذكر تلك اللقطات الحيوانية التي كان يقوم بها بعض موظفي المطار الذين فتشونا وفتشوا فينا مناطق حساسة في الجسم. ولتتأكدوا أنه حتى وهم كانوا يقومون بالمستحيل من أجل إهانتنا، فإننا كنا نخرج من مطار القاهرة ونحن نشعر بالعزة أكثر. لم نكن نستجيب لاستفزازاتهم ولا لتحرشاتهم ولا لحيوانيتهم، لأننا كنا قد خرجنا من مطار القاهرة معززين مكرمين، تاركين وراءنا بعض الأنذال القذرين في مطار القاهرة يتصرفون تصرفات باسم مطار القاهرة، وسوف تبقى تلك الحادثة وصمة عار في جبين مصر إلى الأبد.